المباراة، ويمكن أن نستغل ذلك في فترة التوقف. سمعنا لكلام الكابتن صالح. تعود الكرة مرة أخرى بينية حلوة خطيرة لمصلحة الحزم، والكرة في الشباك. هدف حصباوي أول. جميل اللقطة. لسه أتكلم على دقائق رائعة لحسم الصمود. ها هم يستغلونها الآن في هذه الوضعية. غفلة دفاعية هلالية. سليماني بروعة كبيرة جدا في اللقطة الماضية. هدف أول. يتعادل حزم بعد 34 دقيقة لعب في أحداث هذه المباراة. التغطية كانت متأخرة. شوف فيها الكرة اللي كانت بينية. هل كان في شك بوجود تسلل؟ سليماني وصل بروعة كبيرة إلى الكرة واستغلها في شباك الحارس ياسين بونو. هدف يتوج مجهودات كبيرة ورائعة للحزم في هذه المباراة، وبالتأكيد أنه كان قريب في العديد من اللحظات من الوصول إلى مرمى ياسين بونو. ها هو يفعلها أخيرا عن طريق المتألق هذا الموسم فايز سليماني، يسجل هدف التعادل في هذه الوضعية. حكم المباراة سيتأكد من هذه اللقطة ما إذا كان في تسلل في هدف الحسم أم لا. ليوريس شنايدر حكم اللقاء يتكلم مع مساعده ليونيل تشوري طاقم تحكيم من سويسرا في مباراة الليلة. هدف شرعي صحيح 100%. تعادل الحزم إذا سيداتي وسادتي بعد 35 دقيقة لعب في الشوط الأول، يجعل المباراة أكثر إثارة.